الحفله ونيجي بقى ناكل ونشوف. بصوا 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 الحته الجميله دي، بصوا تنزل في القلب، تعرفيها في القلب. اتفضلوا معانا. البيت كده انا عايزه اجيبه واحده تانيه كلها اما لحد ما عملتوا لي. يا السلام عليكم. مش انا وعدتكم وقلت لكم هنعمل تاني عشان ادي الحبايب وحبايب الحبايب. يلا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا انا وعدتكم وقلت لكم هخلي التاني عشان ادي الحبايب وحبايب الحبايب. جبت سردين، السردين مالي الدنيا دلوقتي وجميل بصراحة. قلت اخلي السردين، لا لازم اعمل بقى فسيخ، وعشان كنت وعدت ناس كتير ان انا اديها منه. بصوا يا حبايبي، ده البوري راسها كبيرة شوية، يعني الراس بتاعتها تلاقيها تخينة كده، لأن الدبارة راسها رفيعة مسحوبة. اعرفي دي من دي، عشان التانية مش بتبقى أحسن حاجة ولا ألطف حاجة في التخليل يعني. غسلته غسلة حلوة، وبعد ما غسلته سبته تصفى في المصفى. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي، أنا بحط في النغاشيش بتاعته مناديل عشان تشرب أي سوائل أو أي دم. ووقفتها كده على راسها في الكوباية لحد ما تصفي كل ميتها. وبدأت بقى ايه، احط ملح، اللي هو الملح الرشيد الجرش يا حبايبي، على شطة. ونشفت السردين بتاعنا تنشيفة حلوة، سبته تصفى بالمية من المية، وبعد كده نشفته. وبدأت زي ما انتوا شايفين، جبت شنطة بيضة وفرشت فيها ملح على شطة. وبدأت النغشيش، املي النغشيش. الملح ده يا حبايبي مش قادرة اقول لكم، بيخلل على الشعرة وما بيملحش، يعني ما بيملحش، بيخلي الحاجة حادقة. ورق اللوري بقى، يسلم يسلم اللي اخترع الورق اللوري. طبعا يلا اجري بقى وايه، خليلي شوية سردين حلوين كده، ما بياخدش معاكي اسبوع وتاكليه. بص انا موقفاه في الكوبايات ازاي، تشرب كل السوائل اللي نزلت. وابدأ بقى برضه اعمل له خلطة شطة وملح، شوية شطة حلوين كده، والملح بتاعنا اللي هو الجرش اللي قلتلكوا عليه. بصوا تخين ازاي، حباته مش زي الملح العادي بتاعنا، بيحفظ وما بيحدقش. ما تنسوش يا حبايبي، الحركة دي بتخلي الحاجة مرنة. بصوا المناديل طالعة عاملة ازاي، الحركة دي بتعملي لها مساج، بتخلي اللوحة معاكي او الفسيخ بتاعك طالع مزبد. يعني ايه مزبد؟ تلاقي لحمه نايح كده ودايب، وبيتسلك معاكي بسرعة بسرعة كده من غير ما تعملي أي مجهود. تلاقي سايب السل، سايب اللحم وخارج. كيس معانا أبيض برضو، ونحط فيه ورق لوري وشوية شطة على ملح. ونبدأ نملى النغشيش بتاعته زي ما انتوا شايفين. بصوا بوز السمكية تخينة مش الرفيعة. ورق اللوري عشان الريحة، ورق كده ورق كده، وهكذا لحد ما تخلصي كل الكمية. وتروحي مغطيها بشوية ملح في الآخر، واقفلي عليه. عملت كده كيسين 2 سردين، والكيس اللي فيه الملوحة، شنطة جوه شنطة بقى. والشنطة السودا ما ننساش عشان تحجب الضوء والهواء. خلاص نفس الموضوع في السردين. وقفلنا كده كيسين 2 السردين، والكيس بتاع الملوحة اللي هو فيه البوري. كيس كان ليا وكيس للحاجة ربنا يطول عمرها، واحتفظت بيه لمدة أسبوع أو 10 أيام. بصوا بسرعة ازاي طلع ازاي، شفت أسرع من كده؟ لا مفيش أسرع من كده. نفتح بقى نسمي بسم الله، ونصلي على الحبيب، ونشوف احنا عملنا ايه. والله حتى أنا يعني سهيت عنه أكتر من أسبوع، كمان دخلت في الأسبوع التاني. الله على الريحة والجمال. يلا نفتح مع بعض. بصوا دايب دايب دوب، بصوا اللون الجميل بتاعه. يلا وريه، الله الله الله. لو معايا بقى تدوقي طعمه قسما بالله، ولا اروع ولا احلى من كده. نفتح واحدة تاني واوريكم الجمال. انا بنضفه كده واطلع منه السل والشوك وانضفه خالص، عشان لما تيجي تاكلي براحتك. يلا حتى عملت كيس، نعمل بقى الكيس التاني. حتى ده كان كيس الحاجة، كنت معلمه لها بشريطة كده
سامحوني عندي برد. ربطلها عليه شريط عشان اعلمهولها. وقعدت بقى في الارض وقلت يلا ننضف بقى ايه السردين بتاعنا وبتاع الحاجة والبوري اللي احنا عاملينه. بصوا طلع اجمل من بعضه بصراحة، احلى من بعضه. قاعدين بقى مش قادرة اقول لكم اللي قاعدين وراي، كل واحد هاتي واحدة هاتي واحدة. يلا خلصنا السردين، يلا جري بقى على الملوحة ونشوف. سموا بسم الله. صلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب، صلوا على الرسول همك يزول. حاطه ايدي على قلبي لان كان في حصل اختي قالت لي ده انا خللت يا اختي وطلع وحش وريحته وحشه وانا مش عارفه. قلت لها ده احنا في شتاء يا ربي، ده انا ما فتحتش على السردين بتاعي ولا فتحت على الفسيخ اما نشوف هيجرى فيه ايه. فتحته بقى والله على الجمال. بصوا مرن معاكي ازاي الحركه دي زي ما بقول لكم. خلصنا السردين، الطبق ده والطبق ده بتاع الحاج، ده طبقنا وده طبق الحاج. نفتح بقى ونقول اللهم صل على النبي. الله الله ايه الجمال ده، هو ده اللي انا بقول لكم عليه. بصوا بيخرج كده بسرعه بسهوله ازاي من العظم والجلد. الله دمار دمار. يلا تعالى اوريكم بقى هنخليه ازاي. شلت الراس ومن عند الديل حته صغيره وتبداي تطلعي السل. حركه المساج اللي انت بتعمليها له بتحتاجيها بقى دلوقتي، تطلع معاكي بكل سهوله ما فيهاش ولا حته لحم. ومسكي من الديل كده بالمعلقه، بصوا بيطلع معاكي بكل سهوله، ولا سله ولا شوكه ولا اي. الله ايه الجمال ده، بس أنا مش قادره اقول لكم انا في اليوم ده انتحرنا. بصوا افتحي الواحده كده، شيلي راسها الاول، تروحي فاتحاها بالمنديل نضفيها. هجيبها لكم كده من زاويه تانية. بصوا مش عايزه اي مجهود. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. لو وصلت معايا في الفيديو الوقت ده بالله عليكي ما تبخليش عليا بلايك. لايك يا قمرة وتسلم ايدك على اللايك. خلصنا كده، تعالوا بقى اتفرجوا على السفرة الجميلة بتاعتنا. تحفة السردين، بصوا شكله جميل ازاي. وإلا بقى الفسيخ أجمل وأجمل مالوش حل. بصوا اللون الأشقر ده. يلا بقى ندوق، بدي أدوق. عصرة ليمونة بتنزل في القلب، عارفين يعني ايه في القلب؟ اتفضلوا معانا. تحفة تحفة. هديت الحبايب وحبايب الحبايب زي ما كنت موعداهم. يلا بقى نحفظه واوريكم نحفظه ازاي. انا حطيت رق سردين ورق زيت وغطيته بالزيت وسبته، دي المادة الحافظة بتاعته. حطيت عليه الكيس الاسترتش ده وفي التلاجة، وهقول لك بقى يقعد معاكي شهر في التلاجة بنفس مادة الحفظ. زيت ليمون، زيت وليمون وطحينة براحتك، بس انا حطيت زيت بس، وعند الاكل بنعصر ليمون ونحط طحينة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير، سبسكرايب لتيتا زوزو. تسلم ايدك على اللايك يا قمر، منك ليه.